يا مساء الزبدة، يا رب تكونوا بأفضل حال وصحة وعافية إن شاء الله. النهارده هنعرف خلاصة 4 خلطات لأهم المشويات لكل المناسبات، وبالأخص خلطة الفراخ المشوية على طريقة أفخم المحلات. أنا ذات نفسي لسه أول مرة أعملها وندمت على كل اللي فات، بس استعد معايا وجهز حالك لو عندك في الفريزر شوية لحمة مفرومة ونويت تقلبها كفتة، أو حتى حتتين بفتيك من اللي جولنا هدية، وهنشويهم بأحلى الوصفات. بس بعد ما نقول بسم الله ونبدأ نصلي على الحبيب وندعي لأمواتنا بالرحمة وناخدهم وصفة وصفة. وخلينا كده نبدأها بخلطة الكفتة المشوية، سهلة ومش محتاجة مرازية. على الجزار تقول له هات كمية اللحمة المفرومة اللي هتحبها، وتقول له زودها لي حتتين دهون على حبة ليا، وتروح على البيت تقطع بصلتين وتضربهم في الكبة عشان عينك ما تدمعش يا عينيا، وتنزل بيهم في طبق غويط حبتين عشان هنفصل البصل عن المية. وده ليه؟ لأن الكفتة عايزة تفلي البصل مش المية. أما عن المية فهنحتاجها بس بعدين، بس الأهم إنك تتأكد إنك عصرت البصل كويس أوي. بعدها هات حتة اللحمة ونجهز حالنا عشان نبدأ نحط خلطتنا. هناخد من البصل الكمية اللي تكفي اللحمة، يعني كبشة ايد، والباقي هنحتاجه في وصفة تانية بعدين. وكل اللي هنحتاجه يا دوب شوية ملح على فلفل اسود وكيس اي خلطة كفتة من اي ماركت وريح راسك. وانا عن نفسي هستخدم خلطة كنور، بس يا رب يطلع طعمها كيوت. هناخد ربع الكيس، وعلى طريقتهم قالوا نضيف كوباية مية، بس انا بصراحة ضفت اقل من ربع الكوباية. قلت التزم بالتعليمات لكن مع التاتش وتشغيل الدماغ. بس الاهم ودي كعادتنا في كل مرة نعمل فيها الكفتة، اني اقول لكم مهم جدا الخلط كويس من 5 ل 10 دقايق عشان تضمن التوزيع لكل البهارات ونعومة الكفتة في ايديك. بس في النص هنزود شويه بيكربونات الصوديوم عشان تساعدنا في انها تنفش معانا وما تبقاش مكتومه. ربنا يفرجها عليا وعليك. ونكمل عجن ونطبطب عليها ونغطيه يرتاح في التلاجة ساعه ساعتين. انا عن نفسي هسيبهم عشان هنشوي بكره. بس لو هتسالني ميه البصل يا ابو حميد فايدتها ايه، هقول لك بمنتهى البساطه هي دي الماده اللي هنبلل بيها ايدينا واحنا بنسيخ الكفته. ودي تاني اهم تركايه في الكفته، وتقريبا كلنا عارفينها عشان تطلع معاك حلوه ومهويه. وبالنسبه للتسييخ مش هوصيه، نمسح الاول الاسياخ بالزيت ونسخنها عشان تتنضف، وبعد توزيعة نار كويسة وما تبقاش حامية نحط كفتتنا مع التقليب فيها المستمر لحد ما تلاقيها خدت لون التسوية من كل جنب. وبكده دي اول حاجة معانا الكفتة، وبألف هنا وشفا على قلبك. بس الاهم صليت على النبي وعملت لايك ولا لسه؟ وده بالتأكيد هيدخلنا في اللي بعده اللي هو البفتيك. وعشان نعمل البفتيك اللي بالمناسبة دي كانت جايه لنا مع الانتركوت ستيك اللي عملناها ورقة لحمة من كام يوم، واللي بالمناسبة برضو لو فاتك الفيديو هو موجود مش هيهرب، بس بالتأكيد لو شفته انا هفرح. نركن البفتيك على جنب ونجيب البوله اللي فيها هتتبل، وننزل بشويه من ميه البصل اللي سبق وعصرناها من البصل اللي ضربناها وصفيناها، وننزل عليهم بما يعادل معلقه صلصه كبيره، وزيهم صوص الباربيكيو وحبه ملح وفلفل اسود وكزبره ناشفه، ونختمها برشه 7 بهارات او ال11 بهار من كنور على رشه زيت زيتون، ونختمها بحبه دبس الرمان عشان نعدل الكيف والميزان. وبكده بقى معاك خليط هتبيت فيه اللحمه من بالليل، عشان وقت التسويه مش هيحتاج مننا غير حاجتين: الاول نطلعه عشان ياخد درجه حراره الغرفه، والتانية اننا ما نحطهاش على النار عالي، لازم النار تبقى هاديه وراسيه، والتقليب مستمر وهي خفيفه مش هتاخد معاك وقت. بس لما هتسويها وتستطعمها انا متاكد انك هتنسى الدنيا باللي فيها، وربنا يوسع رزقك بهدايا حلوه زيها واكتر. بس بفكرك بسبب انك ما بتعرفش الجديد بتاعنا عشان ما بيوصلكش اشعارنا، ولذلك اتاكد انك عامل فولو عشان تبقى معانا دايما. ولاني حسيت ان الفيديو هيطول معانا، مش بس هيطول في المده، لا ده هيطول كمان في وقت المونتاج اللي هو ممكن يخليني ما اقدرش انزله النهارده، وما كنتش ممكن كمان الحق انزله بكره. فحفاظا على جوده الصوره والصوت وحفاظا على متعتك في المشاهده، قررت ان النهارده يكون الكفته والبفتيك، وبكره زي دلوقتي هتلاقي الشيش والفراخ. وبالمره ما تنساش الحاجات الحلوه. وفي الختام ايها الساده الكرام ندعي لامواتنا بالرحمه ونصلي على الحبيب المصطفى. مساء الزبده على الجميع.